لو أول مرة تشوفي قناتي دوسي على الزرار الأحمر اللي مكتوب عليه كلمة اشتراك بالعربي أو الإنجليش سبسكرايب، وتفعلي الجرس علشان يوصلك إشعار بكل فيديو بنزله وتكوني ضمن عيلتنا الجميلة. أشكركم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده عامله لكم فيديو جميل، فيديو اكسسوارات. ان لو عندك غويشه قديمه وعايزه ان انت تجدديها، فالفكره دي جميله قوي. بصوا شايفينها حلوه ازاي؟ كاني عملتها غويشه دهب من اول وجديد، وحطيت لها الفصوص الالماس. لو عايزه تعرفي الطريقه اتعملت ازاي، تابعي الفيديو لاخره. السلام عليكم يا بنات، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل فيديو كده بتاع اكسسوارات. يعني فكره كده خطرت على بالي. كان عندي غوايش كده لونها راح، كان هي لونها ذهبي مجموعه مع بعضيهم كده. منهم اللي مشغول بخيط حرير كده، ومدي منظر حلو عليه. دي موجودة زي ما هي، ما اتغيرتش، لكن دي كانت سادة كده، منها الرفيع ومنها العريض. فانا قلت طب هخليها كده، هعمل ايه؟ مش هتتلبس، اجدد فيها. طب اجدد فيها، خطرت في بالي الفكرة دي، فكرة جميلة قوي. الخيط اللي انا وريته لكم بتاع خيط السيرما، اللي هو كان في فيديو بتاع الاتامين وبتاع الكنفة. كنت وريتكم الخيط السيرما ده، كان منه درجات. فاللون الذهبي ده حلو، جميل قوي في الشغل بتاع الاكسسوارات، بيبقى ظاهر كده وبيلمع وحلو. عندي بيتباع هي البقرة كده، او زي ما وريتكم البقرة الكبيرة في فيديو المشتريات. بتبقى اوفر شوية، بس الحقيقة الدرجة بتاعتها ما كانش تنفع ان انا اشتغل بيها، لان درجتها كانت غامقة شوية. لسه هجيب اللي هي الدرجة الفاتحة دي علشان خاطر تبقى باينة في الشغل اكتر. وعندي ده اللي انا وريته لكم، اللي هو الالماس، شريط الالماس ده هنشتغل بيه، هنقص منه الكمية اللي احنا عاوزينها على قد الغويشة. والخيط ده بقى انا رحت عاملة منه كده، يعني طويل كده اهو، ومسكته عقدته من ناحية بس عشان اقدر اتحكم فيه لما ايه ابتدي اشتغل فيه. عملت واحد كده بيبقى رفيع شوية، ان ده هشتغل بيه هوريكم ازاي، وواحد الخيوط بتاعته اتخن شوية، بحيث ان هي دي هتغطي لي الغويشة. وعندي هنا مقص ممكن ان انا اقطع بيه ده، مش عارفه، انا مش عارفه والله، هو حامي، مش عارفه يقطعه لا. لو ما قطعوش يبقى عندي اللي هي دي، والله راحت من بالي اسمها ايه، نقطع بيها يعني، بس انا مش عارفه ليه اسمها راح من بالي خالص، سبحان الله. والعيدان الخشب دي عشان هعمل بيها في الغيره اللي هستخدمه. هو المفروض ان انا ما استخدمش ده، المفروض ان هو بيبقى فيه انبوبه كده بتتباع، البوز بتاعها رفيع، بيبقى جواه الغيره الابيض ده، علشان يبقى سهل ان انا اتحكم فيه وما ينشفش مني. فانا الحقيقه ما عنديش دلوقتي منه، فقلت اشتغل بده على طول. ونبتدي ايه الخطوات. فنركن اللي هو اللي ارفع شوية ده، نركنه كده على جنب. انا جايبة طبق فلين كده عشان احط فيه مطرح ايه الشغل يعني بتاع الغيرة، العصاية بتاعت اللي هحطها في الغيرة. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. هي يفضل لو كانت علبة صغيرة، بس انا اللي عندي موجود دلوقتي علبة كبيرة، طبعا هي بتنشف. فانا هبتدي احط كده على الغويشة، هي بيروح بعد كده. ابتدي نلف الخيط ده جنب بعضه عليها، بس لازم اكون شداه شدة من هنا واشد من هنا
علشان خاطر يبقى جنب بعضه عشان اداري الغويشه. وصلت للنهاية، ابتدي احط من جوه الغيرة عشان اثبت طرفين اقصهم واثبته. كده كمية، هو هينشف بعد كده يعني زي ما شفتوا نشف هنا، عشان اقدر اقص الجزء اللي باقي. احنا خلصنا اللفة بتاعتها كلها اهي. بالخيط هنبتدي بقى ان احنا شريط الالماظ هنبتدي نلزقه عليها. كده خلصناها، نبتدي نسيبها بقى ايه تنشف. بعد ما خلصت ونشف اهو عليها والالماظة عليها، فهبتدي عشان اداري الفراغات اللي هي ما بين كل الماظة والتانية، هبتدي اجيب خيط برضو زي ما عملته كده واعمله بالطريقة دي جنب بعضه طويل، ابقى ماسكاه عقده من هنا علشان طبعا ما يفرطش مني ويفك. هبتدي ان انا عايزة بين الفراغات دي همشي بالخيط بين كل واحدة والتانية عشان تديني اللون الذهبي زي الغويشة بالظبط، ما يبانش الحديد بتاع الالماس ده الفضي ما يبانش، يبقى مدياني نفس اللون وتديني لمعة حلوة. فهنا مش هستخدم بقى الغيرة، هجيب المانيكير الشفاف ده، او هجيب لو عندي اللي هو برونز ذهبي مش هيبان لو انا مشيت بيه على الخيط الذهبي، فمش هيبقى باين ومش هيأثر معايا. برضو هبقى ماسكة شدة ناحية والناحية التانية برضو ايه شداها علشان ما يبقاش مرهرط مني. ابتدي كده ايه بالراحة ما بين الفصين الالماس علشان معلمش عليهم واضيع اللمعة بتاعتهم. وادي بعد ما خلصت يا بنات لفيت عليها طبعا الخيط ملفوف عليها، رحت وجيت كذا مرة، هي اللي بتتلبس في الايدين
شكلها جميل كأنه غويشة دهب محطوط لها فصوص ألماظ. وكده جددت الغويشة وخليتها حاجة جديدة، بقت جميلة جدا وشكلها حلو. لو عجبتكم ان شاء الله، عجبكم الفيديو، يا ريت ان انتوا تشيروه مع اصحابكم، تعملوا لي لايك وكومنتات لو في اي اسئله، وان شاء الله اعمل لكم فكره جديده برضو تانية على غويشه تكون اعرض شويه. بس ان شاء الله بقى اجيب الصمغ اللي هو اللي في ازايز ده افضل. وانا لزقتها في الاخر لما مشيت بالخيط، عملت بالمونوكير الشفاف وخلصتها خالص. فطبعا الفصوص الالماس كمان مسكت اكتر، هي طبعا كانت ملزوقه قبل كده، بس دي كده خلاها بقت متماسكه اكتر وما بتتحركش. اقول لكم سلام عليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.